هلو لي غورمون، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن احوالكم. جيت نشارك معكم اليوم اون بيتزا هيلثي. راح نديروها بواحد الطريقه تخليها صحيه ومحسوبه السعرات. يعني هاد لا بيتزا كامل فيها 500 سعره حراريه، وما يقابلها ايضا 40 غرام تاع البروتين. مشبعه جدا، توالم لي ريجيم، صحيه 100%. انا يعني حتى وليداتي وياكلوها معايا. احبابي راح تجي بزاف شهيه. يلا معايا احبابي على وصفه طريقه التحضير. دونك اول حاجه راح نديرو لاصوص طوماط. هنايا البنات واحبابي ايضا اللي راكو تتابعوا فيا، انا هنايا لاصوص طوماط نحب ندير اون غروند كونتيتي. يعني هنا عندي حوالي 2 كيلو زياده تاع الطماطم، تكون حمراء، قطعتها بطريقه عشوائيه. حطيت شويه زيت زيتون في القدر، حطيت هذيك الطماطم، حطيت عليها سنينات تاع الثوم. هنايا الثوم نتوما كيفاش تحبوا لوغو، اذا كان لوغو تحبوه فوق تاع الثوم ديروا كيما انا، حنا نحبوا البنه تاع الثوم في لاصوص. اذا حبيتوا ان غو يعني ما يكونش فوق، يكون بلو فابل، يكون المذاق تاع الثوم ضعيف، ديروا غير 3 سنات. يعني كل كيلو طوماطيش ديروا له سنه كبيره. عندي القليل من الملح، طماطم مصبره نسمتها بالزعتره والرند، وراح نقص عليها النار، يعني خليها على نار هادئه، نخليها تطلق الماء تاعها. درت لها ايضا شويه تاع العكري، تحبوا تعوضوه بالعكري الحار. هنا شوفوا بعد ما طلقت الماء، شوفوا ما ديو لا حتى قطره تاع ماء. هذا هو السر تاع لاصوص طوماط. انا نوجد كونتيتي كبيره ونديرها في العلب ونرميها في المجمد كل ما نحتاج نجبد. دونك في هذيك المرحله راح تغلي غليه خفيفه، ونطفي عليها ونروح نميكسيها بالبغا ميكسور ونحطها على جنب. لا بيتزا تاعنا راح نقارنيوها بطبيعه الحال بالدجاج باش يكون البروتين عالي. عندي هنا 100 غرام تاع صدر الدجاج. هنا تبلته بشويه توابل الدجاج، شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع الملح، ملعقه صغيره تاع لا موتارد. مباشره راني رايحه نشويه في المقله، ما حطيت حتى دهان، يعني ما درت لا زيت لا مارغرين لا حتى حاجه. هنا اذا ما عندكمش مقله يعني ما تلصقش، تقدروا ديروا شويه تاع زيت زيتون ولا زبده حيوانيه. نجو نحضروا هنايا بعد ما وجدتوا لاصوص طوماط وبردت، ريحتها بردت، وبعد ما شويتوا الدجاج وحطيتوه على جنب، نروحوا نحضروا لا باتا بيتزا تاعنا. راح تجي فيها 4 ملاعق كبيره تاع فرينه الشوفان. اذا وزنتوا وزنوا 60 غرام. درت فيها شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع ثوم بودره، وشويه تاع زعتر. تقدروا تعوضوه بليزيرب دو بروفونس، يعني اعشاب عطريه، تقدروا تعوضوه ايضا بالزعتره. عندي حبه بيض، وعندي هنا 60 غرام تاع ياغورت ناتور. انا وزنتهم، شوفوا هنايا العلبه مازال فيها، يعني ما استعملتش كامل العلبه، حوالي 3 ملاعق كبيره. من الافضل انكم توزنوا باش تخرجوا في الحريرات يعني 100%، وتخرجوا تاني في لاباط 100%. عندي هنا 60 غرام تاع الماء من الصنبور. هنا 60 غرام تاع ما كي درتهم بالفنجان تاع لاتاي، شوفوا شحال خضاو لي، راني وريت لكم. بلا ما تنساو ملعقه قهوه تاع لا ليفور شيميك اللي كنت حطيتها مع التوابل كما شفتوا فيما سبق، يعني كانت في الصحن هذاك الصغير. مباشره نجيبوا المقله تاع الكريب تاعكم، ديروا شويه تاع زيت زيتون ومشيوها هكذايا بالبانسو، وحطوا هذيك لاباط تاعكم طيب. يعني لاباط ماهيش رايحه تريح، نديروها مباشره، توجدوها على وقفه، خاصه اذا كانت عندكم الصلصه، يعني راح توجدوها تم. هاد الخبزه تكفي لي شخصين، كما تقدر تكفي شخص واحد. تقدروا ديروا 2 خبزات 3 على حساب عدد افراد العائله. هنا ديروها على نار متوسطه حتى ينشف السطح تماما باش تروحوا تقلبوها. يعني كي تولوا تمسوا في السطح تلقاوه ما يلصقش في يدكم، ناشف كما راكم تشوفوا هنا. وتروحوا تجوزوا هكذا بالسكين من تحت، راح تشوفوا باللي تتنحى معاكم فاسيلمون، وايضا راح تلاحظوا باللي راهي محمره. في هذه المرحله باش تجوا تقلبوا، على بالكم باللي الشوفان مع الياغورت راح يجي مفش، دونك راح تجي بزاف خفيفه هذيك لاباط. اذا ما نشفتش ماشي حتنقلب معاكم. جبت هنا ظهر تاع الصينيه، درت فيه شويه تاع فرينه الشوفان، واني حنقلب بهذه الطريقه البيتزا تاعنا. يعني هنا قلبتها وعاود حطيتها في المقله، وهذاك الوجه محمر هو اللي راح نديروا له لا غارنيتور. اول حاجه راح نديروا له لا صوص طوماط. حبيتوها فيجيتاريان يعني مش راح يكون فيها بروتين بزاف، تقدروا تغارنيوها غير بالبصل والطرشي، يعني الفلفل الاخضر او الحار،
وديو لها لا موتزاريلا. واذا حبيتوا البروتين اكثر كيما انا وتتحصلوا على 40 غرام بروتين مع هذاك البيض محسوب، مع هذا الدجاج محسوب، والشوفان ايضا فيه نسبه من بروتين النباتي محسوب، راح تتحصلوا على 40 غرام بروتينات. هنا درت لها فلفل حار يعني راهو طازج، درت لها ايضا بصل راح يعطيها بنه عظيمه، درت لها هنايا جبن موتزاريلا باش نقعد محافظه عليها هيلثي. على بالكم بلي لا موتزاريلا ما فيهاش الدسم بزاف. هنا لا موتزاريلا كي تشريو ما تشريوش هذيك لا موتزاريلا اللي فيها الماء، شرو الناشفه اللي تشبه للشيدار، تجي اون بات كويت تاع لا موتزاريلا، هذه هي اللي نديروها في لي صالي، ماشي هذيك البيضه اللي فيها نسبه من الماء، هذيك باش حدوب راح تقعد حاكمه روحها. دونك هنايا غطيتها كيما شفتوا، خليت الفخوماج هذاك الداب وخليتها طابت تري بيان من التحت. ها هي النتيجه يا احبابي، ان شاء الله الريحه راهي تلحق وتروحوا كاع تجربوها للعشاء تاع اليوم سون تاردي. سورتو البوكريشات اللي راهم حابين يشانوا شويه قبل الصيف، ولا حابين يبدلوا لي زابيتود تاعهم اليمونتير دو طون زون طون، راح نقترح عليكم هاد الوجبات. على بالكم خدكم صاليطات حاب تاكل وانا نموت على هاد الاكلات، ونحب الماكله تشهيني قبل ما ناكلها. يعني كي يقولوا لنا ريجيم توجور نخمو في ماكله صامته ماشي بنينه، دونك انا نحب نقترح عليكم دو طون زون طون هكذا دي غوبا ليكم لوليداتكم، وعلاش لا نخمو في نفسنا ونخمو في روحنا وفي صحه ولادنا وازواجنا. هنا احبابي خلولي اللايك، خلولي جيم، بارطاجيو او ماكسيموم، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. ساريتا توب كويزين على الانستغرام، وساريتا كويزين لو جو فيسبوك اي لا باج فيسبوك. شوفوا هنايا vous allez adorer، يعني صراحه سي سوبر بون، et surtout سي rassasiant، يعني راح تشبعوا على ضمانتي. انا صراحه هاد الخبزه يعني جو لي بارطاجي مع بناتي، وصراحه مشبعه جدا، مشبعه. الى اللقاء.